خير. مساء النور، اهلا يا كابتن مصطفى. اهلا. الحقيقة أنا ببارك لك وببارك لأبطالنا وولادنا الشباب على هذا الإنجاز الكبير، واعذرنا واعذر الإعلام المصري لأن مصر بتمر بظروف صعبة جدا يعني. يعني انا طبعا بشكركم على الاستضافه العظيمه دي، وكنتوا تتذكروا اولاد الكاراتيه في الظروف اللي احنا بنمر فيها. افتكر انها يعني لفته طيبه، وارجو انها تكون في التوقيت المناسب عشان نجلب البسمه والفرحه للشعب المصري، اللي نتمنى له كل خير. إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت، يعني في بطولة كاراتيه بتتلعب، يعني احنا عارفين الكورة ما فيش كورة، هل الكاراتيه شغال وأبطالنا شغالين والتمرين مظبوط؟ أنت راضي عن الإعداد وعن الميداليات اللي احنا فزنا بيها في فرنسا؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الانجاز اللي تم في فرنسا، بصرف النظر عن اي ظروف بنتكلم عنها، هو انجاز تاريخي في تاريخ الكاراتيه المصري. احنا تحدينا اكثر من 116 دوله في خضم هائل، بطوله فيها 2700 لاعب ولاعبه على مدى 5 ايام. قدرنا ان احنا نحوز على ميداليه ذهب و5 ميداليات برونز، وترتيب عام سادس على العالم. ما شاء الله. عايز اقول لحضرتك ان الرابع والخامس والسادس واخدين ميداليه ذهب واحده فقط. اذا احنا مجرد يعني تطوير بسيط جدا ممكن نحصل على الثانيه والثالثه والرابعه، وده اللي انا وعدت بيه، ان شاء الله بطوله العالم السينيور القادمه هتكون الرياضه المصري باذن الله. السيد العامري فاروق قابلكم ولا ما قابلكوش سيادة اللواء؟ هو معالي الوزير الحقيقه كلمني مجرد ما سمع الاخبار دي، كلمني وانا في فرنسا. وهنانا وقال ان هو هينتظرنا ان شاء الله، بس هو يوم احنا ما وصلنا كان في احداث في اسيوط، وكان في عزا واشياء من هذا القبيل. فهو الحقيقه خلى وكيل اول الوزاره الاستاذ عبد الرحمن يوسف والاستاذ كمال نجدي انتظرونا في المطار، وده بالنسبه لنا تكريم وتشريف انا بشكره عليه. وهو برضو وعدنا ان هو في استقبال لينا في الوزاره معاه علشان يشوف تكريم الابطال دول. واحنا يمكن اول يعني ظهور لقطات في المباراه سيادة اللواء عندنا، وده حصري لهنا القاهره من زميلنا وصديقنا العزيز رزق شحاته من فرنسا، ويمكن ما اعتقدش ان في تلفزيون مصري اذاع هذه اللقطات قبل كده. هو الحقيقه الاستاذ رزق الحقيقه كان معانا سباق، وكانوا معانا خطوه بخطوه هناك، وانا بشكرهم، بتحان الفرصه دي واشكرهم على الحقيقه المجهود الكبير اللي هم بذلوه معانا. وفعلا كانت حاجه جميله وجودهم معانا، وحسينا بدفء الحوار وبدفء التغطيه اللي هم كانوا فيها معانا. سيادة اللواء بالتوفيق، ومن هنا القاهره بنبارك لك، وان شاء الله نفسنا نبارك لمصر والامور تهدى. سيادة اللواء شكرا جزيلا. سيادة اللواء ايمن عبد الحميد رئيس المصري للكاراتيه.